السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. زي ما انت شايفة الصينية العظمة دي. شوفوا بقى، احنا المفروض نعمل الفترة دي صواني. هي مش يعني مش هتبقى هينة شوية، بس اهو من حين لحين كده ندلع الولاد بصينية حلوة زي اللي انتوا شايفينها دي. الصينية دي محتوياتها ايه؟ محاشي، وطبعا انتوا هتكملوا معايا الفيديو وهتشوفوا. هنا بقى انا بعمل خلطة المحشي. خلطة المحشي انتوا متعودين مني ان انا بعملها الخلطة السريعة، لا النهاردة انا هعملها بقى الخلطة القديمة اللي اتربينا عليها. تسبيكة بقى والكلام اللي انتوا فاهمينه ده. حطيت الإيدام بتاعي، حطيت سمنة، وحطيت كمان دهن ضاني مع دهن عزب وهحط الفلفل ده مع وحطيت زيت، وهحط فلفل مع الخلطة بتاعتي مع البصل. يعني بصوا، تشبيحة كده، يعني مشبحاه، مش محشة، مش مهم، يعني المهم ان هي الوصفة هتعجبكم بإذن الله. زي ما قلت لك، الحله اللي انت شفتيها دي في البدايه انا كنت بسلق فيها الكرنب، ومش يا دوبك هشطفها كده، مش هغسلها لا بسلكه ولا بحاجه. وهحط فيها الايدام بتاعي، يعني هتستغلي كل حاجه بقى من، فاهمه انت المواضيع دي. فمعايا البصل بقى والفلفل زي ما انت شايفه كده. دي الحله اللي انا سلقت فيها الكرنب زي ما قلت لك. وده الايدام بتاعي، هحط زيت وسمنه ودهن ضاني مع دهن عزب. انا بحب قوي احط الدهن الضاني لما بيبقى متوفر عندي، بحبه جدا في المحاشي، في الطواجن بيبقى حلو قوي قوي. وسيبك بقى من الكلام بتاع الكوليسترول والكلام اللي احنا ايه، شبعنا منه ده، او يعني هد حيلنا والله. المهم يعني معلقه زبده حلوه بلدي بقى كده. انا حطيت زبده بصراحه، ما رضيتش احط سمنه، لان المحشي انا عايزاه دسم، فاهمه انتي. ف... فهسيب بقى الايدام كده، وبعد كده هروح حاطه معايا بقى الخلطه اللي انا عملتها من البصل والثوم والفلفل. وبحب قوي اعمل المحشي بالثوم، يعني بحب اضيف معاه البصل ثوم. أه هعمل النهارده كميه حلوه ومحترمه كده من المحشي. هحط كمان معايا من البروتين بقى واللحوم، معايا فراخ ومعايا لحمه ومعايا ممبار. ازاي بتعملي كل اللي انتي بتقولي عليه ده ويبقى موفر؟ بصوا يا جماعه، من حق اولادنا علينا ان احنا من حين لحين كده ندلعهم. يعني انت ممكن لو بتطبخي مثلا في الاسبوع مرتين ثلاثه لحوم او حاجه زي كده، عشان تعملي الصينيه دي مش هينفع تعمليها في فرخه واحده، مش هينفع كمان. او ممكن تعملي، احنا قبل كده في القناه عملنا وليمه من فرخه واحده. بس يعني لو انت الفراخ عندك يعني صغيره مش هتعرفي تتصرفي فيها، ممكن من حين لحين. دي انا هنا بحط التوابل، كل التوابل اللي انت بتحبيها حطيها. انا بحب احط جنزبيل قوي في الاكل، مفيد يا جماعه، حطوه. فالمهم يعني زي ما بقولك كده، من حين لحين كده حاولي على قد ما تقدري انك انت تدلعي ولادك بصينيه زي دي. طيب ازاي بقى واحنا الدنيا غاليه، والفراخ غاليه، واللحمه غاليه، والممبار كل حاجه غاليه. يعني الطماطم غاليه، التوابل غاليه، كل حاجه غاليه. بس احنا مش هنعيش كده. يعني ما انا زي ما قلت لك كده، بتطبخي في الاسبوع 3 مرات، اجلي يوم ما تطبخيش فيه. بتطبخي مرتين، بتطبخي مره واحده، على حسب ما انت عايزه. يعني مش هنقول نحرمهم، احنا هنعودهم ان احنا هيبقى مثلا الصينيه دي احنا هنعملها الخميس مثلا. فهندلع نفسنا، ممكن تكون خميس كل شهر، حلو قوي. تبقى تمام قوي لما تعملهم يعني الشكل ده. بمجرد ما جوزك يقبض كده تروحي جايبه نص كيلو لحمه، يا ستي ما تجيبيش كيلو. اللحمه غاليه والفراخ غاليه، هي فرخه واحده مع نص كيلو لحمه، مع ممكن نص كيلو ممبار، هتبقى الدنيا ايه، عظمه. كل شهر كده، مش هقولك كل اسبوع لان هتبقى مكلفه جدا طبعا. كل شهر حاولي على قد ما تقدري انتي تدخلي السرور على قلوبهم. ان شاء الله ربنا هيكرمنا. وممكن تستغني عن اللحمه عادي، تعمليها بفراخ بس. وعايزه اقولك يعني ممكن يعني هتلاقي الدنيا بتسهل معاكي. وممكن كمان نجيب فرخة كبيرة مثلا 2 كيلو ونص، ونقطع الصدور لوحديها نعملها كفتة، ونعمل الوراك الدبابيس لوحديها، يعني بقية الورك كده لوحديه. ونعمل تشكيلة حلوة مع نص كيلو ممبار. بصي هتمشي والله. هنا بقى كانت الصلصة بتاعتي اتسبكت، وحطيت التوابل اللي انا حباها كلها. كل التوابل اللي انت بتحبيها حطيها في الوصفة دي. معايا مقدار من الرز على حسب بقى. انا بصراحة كنت عاملة بتاع كيلو ونص او كيلو وربع كده، حاجة زي كده. عشان كمية المحاشي اللي معايا كمية محترمة. معايا بقى زي ما انت شفتي كرنب وفلفل وكوسة وورق عنب وبتنجان. يعني على قد ما تقدري حاولي زي ما قلت لك. حطي الحاجة دي
او اعمليها زي ما قلت لك كل شهر مره، كل شهرين مره، كل فتره. حاولي على قد ما تقدري انك انت يعني تجددي في يعني. والله انا عارفه ان يعني بتكلم معاكي وعارفه ان في ناس ظروفها زي يعني الحمد لله، ربنا يا رب يعني يكرمنا كلنا يا رب كده ويفرجها علينا كلنا جميعا من واسعه ان شاء الله باذن الله. بس اهو على قد ما تقدري حاولي، مش اكيد يعني بيعدي عليك يوم في الشهر بتطبخي فيه. ممكن تعمليها زي ما قلت لك من فرخه واحده، من نص كيلو لحمه، من لو كل حاجه مع اللمه مع القعده الحلوه هتلاقيها بتمشي والدنيا تمام. هي المشكله معانا مش مشكله اكل بس، والله احنا انا عارفه ان الظروف في الفتره دي. هنا كنت باقول لِك إن في ده بقى الممبار واللحمة والفراخ، و يعني على قد ما تقدري استخدمي اللي يبقى متوفّر عندِك، يعني ما تربطيش نفسِك بمقادير الفيديو، ممكن تستخدمي على قد ما تقدري. أنا طبعًا أسرة مكوّنة من عدد أفراد معيّن، أنتِ هتبقي غيري ده كده. فهنا بقى كنت ضبطت المحشي بتاعي وقورته وحطيته في ميه كده، انا بحب احطه في ميه بملح وبعد كده بصفيه واحطه في مصفى كده. سيبنا بقى من فكره طبعا طريقه المحشي كلنا عارفينها، والسليق ازاي، التقوير ازاي، هنحشي ازاي، انا كل ده الخلطه عملتها معاكم بالتفصيل. فانا عايزه اقولك ان فكرتي والله من فيديوهاتي انت ازاي تتعاملي في الظروف اللي احنا فيها دي. انت جايبه لي فيديو فيه ممبار وفيه لحمه وفيه فراخ وجايه تقولي لي الظروف. والله انا ممكن عشان اعمل الصينيه دي وافرح بيها ولادي، لو بتجيبي فرخه كل اسبوع شيلي منها مناب، شيلي منها قطعه. لو بتجيبي كيلو لحمه كل اسبوع شيلي منه حته قطعه برضو. على يعني احنا مش بقولك التزمي بالصينيه دي كل شهر يا ستي، اعمليها كل كام شهر، بس اهم حاجه يبقى الولاد عندهم حاسين بقى انك انت هتفاجئيهم كده، فاهمه. فوالله يا ولادي الدنيا صعبة أنا عارفة، وبتكلم كلام أنا يعني عايزة أقولك ممكن يمر عليا وقت برضو الدنيا بتبقى صعبة جدا. بس هو احنا ما أنا قلتلك مش يعني ما نملكش غير إن احنا نرفع ايدينا وندعي ربنا إن هو ربنا يهون علينا اللي احنا فيه ده. ربنا يرزقنا بالبركة في المال والعيال والصحة أهم حاجة زي ما قلت. هنا بقى سيبكوا بقى من الكلام الحلو اللي أنا عمالة أقوله ده، عشان انا بدخل في المواعظ مش عايزه اقول لكم والله انا والله ولادي يعني ما بعملش اي حاجه من اللي انا بقول لكم عليها دي، بس الكلام بيبقى حلو. بصوا، ولا بجد يعني بعيدا عن الهزار فعلا انا عارفه والله ان الدنيا صعبه، وبالذات ستات البيوت، لان الرجاله تصرف او بتجيب او تحط في البيوت هم مش حاسين بالغلا، لان هو ما بينزلش يشتري، هو كل المطلوب منه مصروف اخر الشهر، بيديكي المصروف ويسيبك انت تتصرفي زي ما انت عايزه. انا عارفه ان هو ضغط نفسي عليكي وضغط نفسي عليه برضو، لانه هو اكيد شغال وتعبان وبس. نصيحه مني ما في الست بيت تمسك مصروف، ده نصيحه بقولها على الملأ اهو، اوعي تمسكي مصروف البيت، لو شاطره سيبيه هو يجيب، سيبيه عشان يعرف يتعامل. ها المهم يعني زي ما انت شايفه كده، انا بقى كده حطيت الخلطه بتاعت الفراخ بتاعتي، حطيت دي اسمها مرتة، بصل مع معلقة سمنة مع قرن فلفل مع كل التوابل اللي انت بتحبيها، ورق لوري. بصي بقى موضوع التوابل ده دي بقى لعبتك انت، زي ما انت عايزة اعملي. هنا بقى جبت الفراخ وهقعد بقى اشرح فيها كده عشان تاخد معايا في التتبيلة، لان طبعا انا مش هقعدها، انا هتبل وعلى طول هحط في الجريل وهشوي. غرزي بقى الفراخ حلو كده عشان تشرب معاكي في التتبيله. وعايزه بقى البصله او المرته اللي انت عاملاها دي تدعكيها بايديكي كده لحد ما تحسي ان هي نزلت الميه بتاعتها. ولو انت مش عايزه تقعدي بقى تعملي حركه الدعك دي وانت بتقطعي البصل في الكبه، حطي عليه معلقه ملح، هو بينزل منزل الميه بتاعته وبتبقى الدنيا حلوه قوي. تبلي فراخك بقى وظبطيها كده. بصوا انا في الحته دي انا بحب بصراحه يا ولاد ايوه بايدي كده، سيبكوا بقى من المعالق والكلام ده، احب كده احس بطعم الاكل وهو بايديا. هتبل الفراخ حلو قوي بقى، وبعد كده هسيبها بقى في التلاجة لحد ما احشي المحشي بتاعي واظبطه. والله بقى لو حلو قوي تبقى حلوه قوي، يعني لو انتي بيتيها ليله بالتتبيله دي تبقى تمام يعني، تبقى شاربه من التتبيله وحلوه. هنا بقى ابتديت احط ال
وانا بيحصل لي إيه؟ المهم يعني بحط البتاع بتاع الممبار، الشوربه بتاعه الممبار، وبحط الإيدام بتاع المحشي. بحب احط كده معلقه زبده، معلقه سمنه، معلقه زيت، على حسب. انا اوقات بحطه وهو بيتردد بعد ما بيستوي، واوقات بحطه كده، يعني على حسب بقى المزاج، فاهمه انتي؟ فعلى حسب ما يعجبك بقى حطي. ظبطت السمنه بتاعه المحشي، وهحط بقى القعد بتاعه وهسيبه يستوي بقى على نار هاديه. اهم حاجه في المحاشي او في اي اكل انك انتي علي النار في الاول، وبعد كده هدي النار عليه. هنا الممبار بتاعي كان قرب خلاص يستوي، الفراخ طلعتها من التلاجة بالتتبيله بتاعتها، معلقه زيت مع معلقه زبده، ورحت حاطه الفراخ في الجريل. حلوه قوي الفراخ في الجريل، بتبقى حلوه قوي مشويه وطعمها حلو. ولو الفراخ حجمها اصغر من كده هتبقى احلى ومش هتاخد معاكي سوا كتير. بس والله الفراخ كانت زبده، كانت حلوه قوي. وجربيها بس بالمنظر ده، بس هدي عليها النار ومن حين لحين تقلبيها كده. والله بقى لو انت حطيتي كمان فحمايه مولعه وطفيتيها فيها وقفلتي الجريل، انت هنا يعني وديتي الاكل في ناحيه حته تانية خالص. كده بقى كانت الفراخ بتستوي معايا، وبعد كده طلعت اللحمه شوحتها مع الفراخ عشان تاخد من طعم التتبيله بتاعه الفراخ برضو. وعملت شويه ملوخيه. يعني بصي كانك بقى في مكان من الاماكن اللي انتوا بتسمعوا عنها دي، احنا بنسمع عنها يا جماعه. هنا ظبطت الصينيه بتاعتي، وحطيت بقى شويه خضره كده لزوم الشكل. طلعت الفراخ بتاعتي، وكمان هرص بقى المحشي بتاعي رصه حلوه. طبعا يا ولاد العين بتاكل قبل البق، فبقوا فاهمه حاجه زي كده انك انت تظبطي اكلك. ابتدي بقى اطلع كل المحاشي بتاعتي واظبطها تظبيطه تمام كده زي ما انت شايفه، شويه كرنب على شويه ورق عنب، فلفل، بتنجان وكوسه، الممبار، صينيه تمام. والله يا ولاد لو عملتوا زي ما بقول لكم كده والله ما هتحسي بيها. بصي زي ما قلت لك، لو كل شهر هتشيلي، لو كل اسبوع هتشيلي قطعه من الاكل بتاعك عشان تعملي لهم كل فتره حاجه زي كده. وان شاء الله باذن الله مع الفيديوهات اللي جايه باذن الله هحاول على قد ما اقدر نعمل اكلات موفره. بس برضو من حين لحين اهو ديكي شايفه المحشي مستوي جدا، بس هو كان سخن. ممبار حلو، اللحمه دايبه، الفراخ ما شاء الله عليها. اشوفكم بقى على خير فيديوهات تاني اجمل واحسن، بس ما تنسيش اللايك والشير. اتمنى انك تحطي لي اللايك. مع الف سلامه.